الكل تابع الأجواء والحيثيات هذه المحاكمات. في هذا السياق نشيد بهيئة الدفاع التي ناضلت وكافحت من أجل أن تبرهن لهذا النظام وأن تبين للرأي العام بأن محاكمات مناضلي بلدة بني بوعياش هي محاكمة سياسية من الدرجة الأولى. المسألة الثانية هي أنه مسألة الفترة الزمنية التي اجتزناها هي مسألة 2 سجنا نافذة من داخل السجن المحلي بالحسيمة وكذلك السجن المحلي بطنجة 6 فيلاج. هنا نقول أن حيثيات أو الأجواء من داخل هذه السنتين هي أجواء كارثية، هي أجواء لا إنسانية، هي بطبيعة الحال لا يمكن أن نقول أن من داخل السجن المحلي بالحسيمة هناك أجواء يمكن أن يعيشها المعتقلين، أجواء إنسانية، بقدر ما هو محاولة للحط بكرامات المعتقلين السياسيين. لكن المعتقلين السياسيين دائما وأبدا دافعوا على أن يكونوا كرماء وأن يعيشوا حياة كريمة من داخل هذه الزنازين ولو سلبت منهم الحرية بين قوسين. إذا هنا نقول أن رفاقنا من داخل السجن المحلي بالحسيمة وبعد التواصل الذي كان في الأيام السابقة يؤكدون على تشبثهم بالمطالب العادلة والمشروعة لجماهير شعبنا، وأن خيار الاستسلام هو خيار مسقط سلفا، وأن الاعتقال السياسي هي قضية شعب، هي قضية طبقية طبيعة الحال، هو ينهج هذا النظام من أجل ردع كل الحركات الاحتجاجية. وبالتالي في هذا السياق نقول أولا كانت هذه الحرية ستكون في مستواها، لكن نتأسف عن فقدان والدنا، وبالتالي هي حرية ناقصة في آخر المطاف. مسألة ثانية نقول أن لاستمرار النظام الوطني الديمقراطي الشعبي في الحصار وعسكرة مدينة بني بوعياش لن يجديه نفعا هذا، بل ما سيجديه هو النزول إلى طاولة الحوار مع كل الحركات الاحتجاجية في هذه المنطقة وتلبية كل مطالبها سواء الديمقراطية وعلى رأسها كشف الحقيقة في اغتيال الشهيد كمال حساني ومعاقبة القتلة الحقيقيين الذين كانوا وراء اغتياله. المسألة الثانية في الشق الديمقراطي هو إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط. النقطة الثالثة تلبية كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية. هنا نقف على المطالب الملحة للجمعية الوطنية وفي شقها مستوى التشغيل الذي بات النظام يقمع وبشراسة كل محاولة من أجل المطالبة بمثل هذه المطالب في إطار حركة احتجاجية، في إطار حق التظاهر المشروع الذي يضمنه دستورهم، الذي نقول دائما هو دستور ممنوح، دستور لا يعنينا كشعب مغربي، دستور صيغة من الفوق وليس من صياغة هذا الشعب المغربي. نقطة رابعة كذلك هي تلبية كل المطالب التي من أجلها اعتقل المعتقلون السياسيين، تلبية كل المطالب التي حوكم من أجلها نقول كل المعتقلين السياسيين، وكما قلت سالفا منحت من خلالها ما يزيد عن نصف قرن من الزمن من الاعتقال السياسي والمعاناة اليومية التي يعانيها المعتقلون من داخل زنازين الذل والعار. هنا نقف كذلك أن ما يحدث في إقليم الحسيمة بهذه المنطقة لا يختلف عن ما يحدث في كل بقاع الوطن، بكل بقاع هذا الوطن الجريح من قمع حركات احتجاجية، من اعتقالات
ومن اعتقال مناضلي حركة 20 فبراير يوم 6 أبريل من داخل المسيرة العمالية في الدار البيضاء، واعتقال الطلاب واعتقال المعطلين في إطار حركة الأطر العليا، واعتقال معطلي الجمعية الوطنية يدل ويؤكد أن النظام ما يقوله وما هو من داخل الدستور ومن داخل وما يروج له على المستوى إعلامه الرسمي المكتوب والمرئي هي خطابات فارغة، هي محاولة لمكشة واقع معين، واقع تهميش، واقع تفقير، واقع حرمان الجماهير الشعبية من حقهم في العمل النقابي، في حقهم من التعبير، في حقهم من المطالبة بمطالب تضمن لهم الحد الأدنى من العيش الكريم. كذلك نؤكد مرة أخرى أن الجمعية الوطنية لحملة شهادة المعطلين بالمغرب ولنا الشرف والشرف كل المعطلات والمعطلين الانتماء إلى هذا الإطار التاريخي الصامت المناضل، أي أنه رغم الحديد والنار، رغم القمع الذي ينهجه النظام، ما زالت الجمعية الوطنية صامتة، ما زالت فروعها صامتة وطنيا، ما زالت هياكلها التنظيمية قوية، ما زالت مواقفها السياسية وخصوصا المواقف السياسية التي أتت في المؤتمر الأخير باتت مواقف قوية وتنسجم والوضع المرحلة الراهنة. إذا نؤكد لكم لنا الشرف أن نكون بين أحضانكم، لنا الشرف أن نلقي الكلمة تحت لواء الجمعية الوطنية، لنا الشرف أن نلقي الكلمة تحت لواء وبحضور مناضل ومناضلات حركة 20 فبراير والحركة التلاميذية وكل الحركات الاحتجاجية. وكذلك لنا الشرف أن نكون معتقلين سياسيين أبناء هذه المدينة، أبناء مدينة الشهيد كمال الحساني. لنا الشرف كذلك أن نكون يا أم الثوار وعيا شعبنا بالأحرار، نريدي يا أمي يا أم الثوار وعيا شعبنا بالأحرار، نغردي كالفجر وتمر ونار، نغردي تسمعك كل الأطيار، نغردي كالفجر وتمر ونار، نغردي تسمعك كل الأطيار. افرح يا أمي أنا أمشي نحو النصر بالإصرار صوتي جميل وشعبي أنني يابا الانتصار أنا صامت مراقب فخور لكل الثوار. إذا تحية لكم عاليا جميعا. نحن لم نستسلم من داخل أسوارهم، لم نستسلم من داخل زنازينهم، لم نستسلم من داخل سجونهم، وبالتالي لن نستسلم بعد ذلك، أي أنه ما زلنا متشبثين بدرب الشهيد كمال الحساني، ما زلنا سائرين على درب كل المعتقلين السياسيين، ما زلنا سائرين على درب الجمعية الوطنية، ما زلنا سائرين على درب حركة 20 فبراير، ما زلنا سائرين على درب كل شهداء الشعب المغربي البطل، ما زلنا مستمرون في إطار مطالبتنا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، سواء وخصوصا من داخل السجن المحلي بالحسيمة، وكذلك السجون عبر ربوع هذا الوطن. نؤكد كذلك تضامننا المبدئي والمشروط مع عائلة الرفيقين بوشعيب عبد العظيم وكذلك بوشعيب بشير في إطار محنتهم، في إطار فقدانهم لوالدهم وهم وراء الزنازين وراء القضبان. وبالتالي من هذا المنطلق نؤكد كذلك أننا من داخل الجمعية الوطنية سائرون، وكذلك نؤكد بمطالبها التي ستتحقق بفضلكم، وأكيد ما دام أنه رغم القمع رغم الحصار أنتم متشبثون
بالجمعية الوطنية متشبثون بهياكله التنظيمية رغم المعاناة، لأنه كنا نتابع عن كثب رغم منعنا من مجموعة من الشروط، وخصوصا شروط التواصل معكم وشروط التواصل مع جماهير شعبنا، لكن بشروط معينة نتواصل معكم جميعا ونتابع عن كثب كل حيثيات، نتابع قمع حركة المعطلين والجمعية الوطنية بإقليم الحسيمة، نتابع منع الجمعية الوطنية من أشكالها الاحتجاجية، نتابع معاناة المعطلين في إطار الشروط الاجتماعية المزرية التي يعيشونها. رغم ذلك جمعية شعبية ولا بديل عن الشغل، لا بديل عن الشرعية وجمعية المعطل. جمعية شعبية ولا بديل عن الشغل، لا بديل عن الشرعية ومن معيش قرارات الفجارة الحساني شاهد جمعية محاضرة ومن معيش قرارات الفجارة الحساني شاهد جمعية محاضرة وجمعية المعطل. جمعية شرقية ولا بديل عن الشوق، لا بديل عن الشرعية وجمعية المعطل. جمعية شرقية ولا بديل عن الشوق، لا بديل عن الشرعية. بالتالي رغم هذه الشروط القاسية ما زال المعطلون متشبثون بإطارهم العتيد. الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب نؤكد أننا رغم استفادتنا بالحرية مجددا نؤكد ما سنستمر في إطار مطالبتنا بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا وراء القضبان. وبهذه المناسبة نقدم تحية خاصة لأحد الرفاق الذين يتواجدون معنا، معتقل سابق معنا من داخل السجن المحلي بالحسيمة اللي هو بوسكوت عبد المجيد، الذي نال كذلك عقوبة سجنية 2 سجنا نافذا. وبالتالي تحية النضال والصمود له، وتحية النضال والصمود لكل المعتقلين السياسيين. وفي الأخير نحييكم عاليا، نحيي رفاقنا ورفيقتنا من داخل موقع الدريوش الذين لم يبخلوا بمعاناتهم من أجل أن يحضروا معنا هذا الشكل النضالي، وكذلك معطلي إقليم ناظور. ونؤكد كذلك تحيتنا الخاصة لمعطلات ومعطلي إقليم الحسيمة، مناضلات ومناضلي حركة 20 فبراير، حركة التلاميذية، موقع إمزور، وكل المناضلين الشرفاء وكل المناضلات الشريفات. لن يبقى ولم يبقى لنا خيار من غير أننا سنصمد، أننا سنتشبث بقناعتنا التي لا تخرج عن قناعات شهداء شعبنا ومعتقلينا السياسيين. لنا لقاء في محطات أخرى نضالية، لأننا سنستمر كما كنا على درب الشهيد كمال الحساني. وتحية نضالي.